ايه الموضوع؟ ايه مشكلتك؟ مشكلتي أنا كنت مرتبط بواحدة روسية، تعرفت عليها من خلال من فترة 3 سنين، وتزوجنا وأنجبنا طفل يدعى يوسف محمد فراج عبد الرحيم. ومن فترة 12 من 15 يوم أخذت الولد وحبت تحاول تهرب بيه خارج البلاد المصرية. الولد ولد هنا في مصر ومعاه باسبور مصري وشهادة ميلاد مصرية وكل حاجة، هو مصري. وأنا عملت له مجرد الجنسية الروسية في القنصلية الروسية، هو يحمل باسبور روسي بس مكتوب فيه إنه هو والد في مصر. طب انت عملت الجنسية الروسية ليه؟ هل اي واحد ابوه مصري وامه روسية لازم ياخد الجنسية الروسية؟ هو مش لازم، هو كان برغبتي أنا، يعني كان برغبتي أنا، كان يعني فكرت لي الزمن يعني ممكن ربنا يكرمه يحب يسافر برا، ما يكونش قدامه عقبات وكده، مش أكثر من كده. بس أنا نفسي من عيني إن ابني يتربى في مصر لحد 16 سنة. أنا ما كنتش هنسمح له إن هو يسافر برا إلا بعد 16 سنة، وده كنا متفقين عليه أنا وزوجتي. طيب كان في ايه الخلاف بينك وبين زوجتك؟ الخلاف مجرد خلافات عادية جدا. مراتي تعرفت عليها وتزوجتها، بس للأسف عرفت بعدين إن هي كسولية جدا، ما بتساعدنيش حتى في واجبات المنزل. يعني أحيانا كنت أنا نشتغل ليل ونهار ونرجع يعني نجهز أكل لنفسي، وممكن ننظف الأوضة بتاعتي أنا مع نفسي كده. بس خلافات كانت مجرد كده. وبعدين طور الموضوع مثلا لضرب لشتيمة؟ لا ما حصلش ضرب ولا أي حاجة. هو مجرد إن أنا كنت هجرت في الأيام الأخيرة خالص، ما حبيتش إن أنا يعني عشان كنت مفضل إن أنا نهجرها بدل من نضربها. هجرتها إزاي؟ هجرتها يعني خصمتها، حاولت إن أنا ما نكلمهاش عشان تحس باللي أنا فيه. بس قاعد في البيت يعني؟ قاعد في البيت طبعا. كنت متجوز غيرها؟ لا. ما اتجوزتش مصرية؟ لا هي مراتي دي بس. يعني أنت معكش أي أولاد غير يوسف؟ غير يوسف بس. طيب أنت يعني إيه اللي عايزه من حد من الداخلية هنا؟ عملت بلاغ ولا حد من الداخلية كلمك؟ أنا أول يوم من غياب مراتي اتجهت إلى قسم أول الغردقة، اتجهت وعملت محضر، ومعايا صورة المحضر حضرتك، معايا صورة المحضر. وبعدين المحضر تحول للنيابة، وأنا كنت مبلغ إن مراتي خاطفة ابني وبتحاول تهرب بيه برا مصر، بس للأسف إن المحضر تحول للنيابة، ووكيل النيابة قال لي ما فيش أم بتخطف ابنها، فلذلك أنا ما نقدرش نساعدك في أي حاجة، وقال لي المحضر هيتحبس. بس طبعا أنا اتجهت بعد كده إلى سافرت على مجمع التحرير، وأخبرتني الموظفة اللي في مجمع التحرير قسم الجوازات إن مراتي راحت مجمع التحرير قسم الجوازات وقالت علي إن أنا توفيت، وكانت راحت القنصلية الروسية وطلعت وثائق سفر بدل من باسبورات السفر اللي هي معايا في حوزتي حاليا. يعني أحمل باسبورات سفر مراتي وابني، ومعايا باسبور مراتي شخصيا الروسي. فهي راحت للقنصلية وقالت إن الباسبورات ضاعت منها وهي عايزة ترجع روسيا. فالوثيقة على القنصلية على الفور أخرجت لها وثائق سفر واتجهت بها، اللي أنا علمت من مجمع التحرير إن هي اتجهت إلى مجمع التحرير وقالت علي إن أنا توفيت وأنا عايزة أسافر بالطفل. وكان معاها في اللحظة دي عرفت إن أمها وأخوها جم من روسيا لمساعدتها ويعني تهريبها من خارج البلاد بالطفل. طبعا الموظفة في مجمع التحرير ردت علي قالت إن إحنا أساسا أول ما قالت إنك أنت توفيت إحنا شكينا فيها، فقلنا لها إنك أنت ما نقدرش نديلك أي ختام من هنا، ولابد إنك أنت ترجعي إلى جوازات الغردقة. بالفور هي استقلت أول أتوبيس هي وأخوها ونزلوا الغردقة. ما حاولتش تكلمها بالتليفون؟ أي وسيلة اتصالات؟ تليفون مغلق. رنيت على تليفون أمها
وبعت لها رساله ما ردتش عليها، رنيت عليه اكثر من مره. ما راحش القنصليه الروسيه، السفاره الروسيه؟ للاسف ان القنصليه الروسيه انا ماليش دخل ان انا اتكلم معهم في اي حاجه، يعني انا ماليش وسيله، يعني المفروض انا ولا شيء بالنسبه للقنصليه الروسيه. هو الحل الوحيد لمشكلتي كان في محكمه الاسره، ان انا بنرفع دعوه للقاضي والقاضي بيحكم لي فيها بمنع طفلي من السفر. وللاسف الشديد ان في الفتره دي الاجازه السنويه للقضاه. اتجهت بعد ذلك المحامي العام رئيس النيابه الاول، ورئيس النيابه قال لي ممكن تعمل دعوه على عريضه او عريضه على دعوه، انا مش متذكر بالضبط. وبعدين ما لقيتش حل فطلعت للمحامي العام في الغردقه، وقلت له حكيت له القصه وكده، قال لي طب خلاص احنا هنعمل محضر، والمحضر هيتحرر في النيابه هنا، ولازم لابد من تحريات المباحث. ولحد اللحظه دي انا ما نعرفش اي حاجه عن المحضر، رحت سالت عليه قالوا لي لسه في تحريات المباحث. طيب في وزير داخليه جديد اللي هو احمد جمال، المفروض ان هو يستلم تشكيل وزاري في وزاره الداخليه، يعني انت شكوتك المفروض تكون قدامه، عايز منه ايه يعني؟ اللي انا اول حاجه بحب اهنيه ونتمنى له من كل قلبي التوفيق، وربنا يوفقه على اللي هو هيكون فيه يعني. ونتمنى كاستاذنا وابونا الاكبر مني ان هو يبص في شكوتي في الايام الكبيره دي، وبندعي من كل قلبي ان هو ربنا يكرمه. بس انا نفسي ومن عيني ان ابني وضنايا يرجع له في الايام دي، بس ده اللي من كل